راشفورد يسجل أول أهدافه بقميص برشلونة، ولكن التصريح كان الصدمة. في لحظة لن ينساها عشاق البلوغرانا، أطلق ماركوس راشفورد العنان لمشاعره بعد تسجيله أول أهدافه بقميص برشلونة، لكن المفاجأة لم تكن في الهدف فقط، بل في كلماته الصادمة والمؤثرة عن زميله الصاعد لامين يامال. راشفورد قال بتأثر: بين الشوطين لم أستطع تجاهل ما فعله لامين. موهبته ساحرة لدرجة أنني تمنيت لو ألمس حذاءه، وكأنني أبحث عن لمسة من البركة. وبعد دقائق فقط من هذا الشعور جاء هدفه الأول، ليكتب سطرا جديدا في قصة أسطورية قيد التكوين. تسجيل هدف بقميص برشلونة، حلم الطفولة تحقق. لكن صدقوني، القادم أعظم. راشفورد لم يكتف بالاحتفال، بل أطلق رسالة نارية: نحن هنا لنصنع التاريخ مع فيليك، يامال، بيدري، رافينها. هذا الجيل لا يخشى أحدا ولا يريد الانتظار. نحن قادمون من أجل القمة فقط، والخصوم عليهم أن يحذروا. الرسالة واضحة: برشلونة يعود، ولكن هذه المرة بوجوه جديدة وروح لا تعرف المستحيل.